طلاب أولى إعدادي، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هتاخدوا معايا درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي، المنهج الجديد الترم الأول، هو نظام الحشائش الحارة والمعتدلة والصحاري الحارة في أفريقيا. الحشائش الحارة بيطلق عليها السافانا. السافانا ديت عايز أعرف موقعها فين. قال لي موقعها الفلكي من دائرة عرض 10 ل 18 شمال وجنوب. الجغرافي بقى عشان اروح لها مكانها فين، قال لي في شمال وجنوب وشرق الغابات المدارية المطيرة، وكمان في جزيرة مدغشقر في الجزء الغربي. طيب الحشائش الحارة السافانا دي تعتبر بيئة انتقالية، يعني موجودة في النص بين الغابات المدارية المطيرة فوق وبين الصحاري الحارة. المناخ، الحرارة عاملة ازاي؟ قال لي في الصيف مرتفع، في الشتاء قال لي تميل إلى الدفء الاعتدال معتدلة. طيب الأمطار قال لي بتختلف سقوطها من مكان لآخر. النباتات قال لي 3 أنواع للنباتات، عندي في حشائش غنية، حشائش فقيرة، حشائش مكشوفة. الغنية ديت لأنها قريبة من الغابات المدارية المطيرة، فبتكون طويلة زي حشائش الصمت اللي بنصنع منها الصمغ. الحشائش الفقيرة بتوجد بالقرب من الصحاري الحارة، بتبقى قصيرة. المكشوفة ما بين الاتنين، جمع ما بين الطويلة والمتوسطة. الحيوانات زي الأسود والنمور والضباع. بيطلق على نظام الحشائش الحارة اللي هي السافانا حديقة حيوان طبيعية، لأنها بيه حيوانات أكلت الحشائش وأكلت اللحوم. التربة بتاعتها بتكون سوداء ولونها أسود وتكون صالحة للزراعة. أهمية نظام حشائش السافانا، مصدر لغذاء الإنسان وبتربى عليه الماشية وبينتج منها المحاصيل زي قصب السكر والذرة والبن. الأخطار اللي بتواجه السافانا أخطار طبيعية وبشرية. البشرية زي الصيد الجائر والرعي الجائر وسوء الإدارة في الأنشطة التعدين. الأخطار الطبيعية الفيضانات، أفريقيا رقم 2 في حدوث الفيضان، وكمان الجفاف والتصحر وزيادة الأملاح وتجريف التربة وسقوط الأمطار. ندخل على تاني نوع معانا وهو الستبس، اللي هي الحشائش المعتدلة بيطلق عليها الستبس. موقعها فين؟ قال لي موجودة الموقع الفلكي ليها من 24 ل 32 جنوبا، دائرة عرض 24 ل 32. الجغرافي في الشمال، موجودة فين؟ قال لي في شمال افريقيا، لغابات البحر المتوسط والصحراء الحارة. والجنوب افريقيا في اقليم الفلد، تحديدا في مدينة في دولتين جنوب افريقيا وليسوتو. المناخ الحرارة عاملة ازاي في الصيف؟ قال لي معتدلة، في الشتاء قال لي منخفضة، الامطار قليلة. النباتات فيها موجودة في كل مناطق الاستبس. الحيوانات أشهر الحيوانات موجودة فيها صقر الجديان الإفريقي وغزلان وظباء وأرانب. التربة سوداء صالحة للزراعة. أهمية حشائش الاستبس، تعتبر مراعي طبيعية بيربى عليها أغنام وخيول. الأخطار اللي بتواجه حشائش الاستبس أخطار بشرية وطبيعية. طبيعية حرائق وارتفاع حرارة. أما الأخطار البشرية اللي هي تحويل مساحات كبيرة منها لأراضي زراعية والرعي. ندخل بقى على الصحاري الحارة. الصحاري الحارة ديت يعني بتعاني من الجفاف وقلة الأمطار وارتفاع المدى الحراري اليومي والسنوي. موجودة فين؟ قال لي موقعها الفلكي من دائرة عرض 18 ل 30 شمالا وجنوبا. الجغرافي في شمال أفريقيا في الصحراء الكبرى، في جنوب أفريقيا في صحراء كالهاري وناميبيا. المناخ، درجة الحرارة في الصيف عاملة ازاي؟ قال لي في الصبح مرتفعة في النهار وفي الليل بتنخفض. الشتاء بالنهار بتبقى دافئ درجة الحرارة وفي الليل بتبقى باردة توصل إلى الصفر. النباتات بتاعتها قليلة والأمطار برضو قليلة ونادرة. معظم مساحة مصر صحاري حارة ما عدا الأجزاء الشمالية. النباتات اللي موجودة اللي بتعيش في الصحراء، عندي السيال، أشجار السيال زي الأكاسيا والتين الشوكي والصبار، لأنها بتتكيف مع الجفاف اللي في الصحراء ده وبتتغذى على المياه الجوفية. الحيوانات
الذئاب، العقارب، الأفاعي وغيرهم. التربة فقيرة في المواد العضوية، بتبقى عاملة رملية ومفيش خصوبة، قليلة في الخصوبة. الصحاري دي بتبقى مهمة في إيه؟ قال لي فيها معادن، مناظر، بيبقى الناس بتروح الصحاري عشان تستمتع بيها، مناظر جذب سياحي بتوليد الطاقة، وفيها مياه جوفية، فعشان كده الزراعة فيها في الواحات. طيب، الصحاري دي بتواجه أخطار؟ قال لي أيوة، بتواجه جفاف وصيد جائر، حتى اللي هي تعرضت للانقراض، انقراض الحيوانات فيها، زي عندنا الغزال المصري في مصر، وحيوان وطائر الحباري اللي بيعيش في الصحراء الكبرى مهدد برضو بالانقراض. ده كان درسنا النهاردة، شكرا.